السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حنشوفوا غراتان ساهل بلا قليان، يجي بزاف بنين، يجي روعة روعة في البنة وما يشدش وقت كبير في الطياب، يعني يوجد كما نقولوا في وقت قصير، ويجي ما شاء الله يجي هايل. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنسونيش بالجيم والبارطاج. بسم الله نبداو على بركة الله. عندنا 7 حبات بطاطا يكونوا صغار، نقطعهم لشرائح هكا تكون متوسطة، ما تكونش رقيقة بزاف ما تكونش كبيرة. ولا كانوا عندكم حبات كبار ديروا 3 ولا 4 حبات وقسموا كل حبة على 2 هكا باش لي ترونش تاعكم تاع البطاطا يجوا صغار. نزيد هنايا عندي ربع صدر تاع الدجاج، قطعته هكايا صغير كامل كيما راكم تشوفوا. هنا في الاول نوجدو نقطعو قبل الدجاج والبطاطا ونروحو ندوزنو كيما نقولوا القدرة ديالنا. نجيبو طنجرة ولا اي حاجه تكون عندكم، درت فيها 3 مغارف كبار زيت، ضفت لهم غرفه كبيره زبده وخليت هذيك الزبده حتى تذوب كامل. نروح نجيب هذاك الدجاج اللي قطعته صغير نديروه في هاد الطنجرة هادي ونخليه يتقلى واحد 2 دقائق هكايا وانا نحرك. لازم نحركه هنايا باش ما يلصق لكمش وما يتحرقش. ومن بعد نضيف له 2 سنات تاع توم نرابيهم هكايا ونخلط هكايا، نخلط مليح. وهنايا النار تكون متوسطة هكا باش ما يتحرقناش. ومن بعد نروح نضيف 4 مغرفة صغيرة فلفل الكحل، 4 مغرفة صغيرة كركم، ومغرفة صغيرة تاع الملح، ونخلط كامل الملح هنايا هاد التوابل. ونروح نجيب هذيك البطاطا اللي قطعتها نزيد نضيفها، ونزيد نضيف كاس حليب كما راكم تشوفوا. يعني لهاد الكغاتان ساهل. ونضيف الماء حتى من كما نقولوا المستوى حتى تاع البطاطا، حتى من لا تتغطى لنا البطاطا، ونخليها تطيب من 15 ل 20 دقيقة على نار تكون متوسطة. بعد ما يغلي، بعد ما تغلي القدرة ديالكم حسبوا لها من 15 ل 20 دقيقة، ما تخلوهاش حتى من تطيب بزاف، حتى من كما نقولوا تجي محرحرة شغل الدب كامل. هاي لك بعد ما طابت شوفوا كيفاش جاتني. هاي لكم بعد نجيبو بلاطو اللي يدخل في الفوغ وندير فيها هاد البطاطا هادية ونوزعها كامل هكايا بالتساوي على البلاطو. ونروح نضيف نزيد عندي هنا فروماج، اي نوع تاع فروماج اللي يكون عندكم، ماشي شرط هادو بورسيون. هنايا هادوما قطعتهم هكايا صغار كيما راكم تشوفوا. وزينت بهم هاد البطاطا وزعتهم كامل على البلاطو. ومن بعد هنايا جبت 3 حبات تاع بيض، زدت ضفت لهم باطا ياغورت ناتور، وزدت ضفت لهم شويه معدنوس بعد ما غسلته وقطعته. زدت رشه تاع كركم، رشه تاع ملح، ورشه تاع فلفل الكحل. ونخلط كامل هاد المكونات كامل نخلطهم كيف. ولا ما عندكمش ياغورت ناتور تقدروا ديروا لا كريم فريش، ولا تقدروا تعوضوه بنص كاس حليب، نص كاس لا كريم فريش ولا نص كاس حليب، وتخلطوا كامل هكايا مليح وتروحوا تفرغوه تاني نوزعوه كامل هكايا على البلاطو تاعنا. نسيو نمشيوه هكايا كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. وزدت له هكا شويه فرomاج غابي، هذا فرomاج غابي جبن مبشور عندكم ديروه، ما عندكمش تقدروا تستغناو عليه. هذه هي، وديروه في الفوغ يطيب على نار متوسطه 180 درجه. كي تشوفوا حكم روحو من التحت زيدوا شعلوا له من الفوق شويه هكا يتحمر لكم شويه وتخرجوه ويجي ما شاء الله. يعني هنايا الوصفه هذه تحضروها تمتم
كيما نقولو ما تشدش كامل بزاف اليد وتجي بنينة بزاف. نقطع معاكم هكايا شوية نديروه في الطبسيل تشوفوا كيفاش جا، يعني جا هايل. ما جاش ناشف، ما جاش ناشف وجا بزاف بنين، واللي يحب التغماس يعني يقدر يغمس. هذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ولا عجبتكم ما تنسونيش بالجيم والبارطاج، واللي اول مره يشوف القناه ما تنساوش تشتركوا هكا باش يلحقكم كامل جديد، واللي ما فهمش اي حاجه ولا يحب يسقسي ولا يقدر يخلي لي تعليق في الكومنتير. هذه هي، والى وصفه جديده ان شاء الله. تهلاو في روحتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.